الامتحانات الجهويه، الامتحانات الاولى بكالوريا الجهوي على صعيد اقليم العيون كانت تنظم ايام الخميس والجمعه والسبت من شهر اكتوبر لموسم 2019 2020. دونك اليوم غادي يكون حاضر معنا السي معاذ ادرني. سي معاذ اهلا وسهلا. مرحبا سي زهير ومرحبا بالطاقم التقني الساهر معك على هذا البرنامج الرائع. شكرا. وتحية للساده المستمعين. مرحبا استاذ، انتم رئيس المركز الاقليمي للامتحانات بالمديريه يعني ديال العيون. بدايه تعرفوا غير على الاجواء اللي مرت منها يعني واللي مرت فيها هذه الامتحانات ديال اولى بكالوريا الجهوي على صعيد الاقليم. كيف كيعرفوا الساده المستمعين سي زهير بان هذا الامتحان الجهوي تم تنظيمه ايام 1 و2 و3 اكتوبر. كان مقسم على قطبين، قطب ادبي وقطب علمي. القطب الادبي كان ايام 1 و2، وبالنسبه للقطب العلمي يوم 2 مساء ويوم 3 كاملا. بالنسبه لعدد المترشحين اللي دوزوا عندنا بالمديريه الاقليميه للعيون فقد بلغ 3101 مترشح ومترشحه. نعم. بنسبه اناث منهم 52%. وكان عدد المراكز اللي تم الانشاء ديالها لغايه الغرض كان 15 مركزا. بالنسبه للحضور بالنسبه للقطب الادبي فقط 93%، وبالنسبه للقطب العلمي فقط 96%. لكن ممكن غير تقرب شويه التليفون يعني يعني حدا هذا باش كنسمعوك شويه بعيده استاذ. ودابا استاذ مزيان؟ دابا مخير تفضل. مرحبا استاذ، مرحبا تفضل. غير كما قلنا بان عدد المترشحين كان هو 3101 مترشح. نعم. كانت نسبه الاناث منهم 52%. بالنسبه لنسبه الحضور في القطب الادبي فهو 93%، وبالنسبه للقطب العلمي فقد كانت تجاوزت 96%، وعدد المراكز كان هو 16 مركز. نعم. اما بخصوص التدابير والتدابير الوقائيه والاحترازيه من تفشي جائحه كورونا، فقد قامت المديريه بتوفير الكمامات ومواد النظافه ومحاليل التعقيم، وكذا تم التنسيق مع السلطات المحليه من اجل تعقيم المراكز طيله ايام هذه الاختبارات، واللي كنشكروهم من هذا المنبر. نعم. بالنسبه لكم يعني استاذ يعني ادرني، يعني ما كانش ضغط على المؤسسات التعليميه ولا مراكز او المراكز ديال الامتحان كيف ما قلتي فكانت موزعه، كان تقريبا 15 مركز موزعه يعني على شكل يعني 5 ديال الثانويات 10 ديال الثانويات التاهيليات. بالنسبه للعدد ما كانش مطروح هذا المشكل هذا، كان تباعد، كانت تدابير، وكان احترام كذلك البروتوكول الصحي، ولا كانت بعض العراقيل ربما اللي واجهتكم داخل المديريه؟ بالنسبه لناحيه هذه التدابير الاحترازيه فالحمد لله جميع المراكز تم توفير تم احترام تام لهذا البروتوكول الصحي، حيث اننا في التوزيع ديال هذوك التلاميذ احترمنا ان في جميع القاعات ما يفوتوش عشرات المترشحين كل قاعه. وبالنسبه للمراكز فكانت الثقه الاستيعابيه ديالهم كانت على اكثر مركز كان عندنا هو 200 مترشح ومترشحه، وهذا بالنسبه ديال 20 قاعه يعني 10 في القاعه. وبالنسبه لتوفير الكمامات وديك الشيء كانت متوفره بجميع المراكز عند الدخول لمركز الامتحان، والتعقيم كذلك، وجميع المواد الخاصه بالنظافه وكذا كل شيء كان داك الشيء متوفر. نعم. والحمد لله جرت الامتحانات في ظروف جيده. حنا كان عندنا واحد الاستباقيه، كانت عندنا واحد علمنا بواحد 2 الحالات بالنسبه للتنسيق مع السلطات الصحيه وكذا بانهم مصابين باصابه فيروس كوفيد 19، فقد تم اتخاذ القرار بانهم يدفعوا شواهد طبيه ويتحالوا على الدوره الاستدراكيه اللي غتجرى نهار 22 و 23. نعم. كانوا 2 حالات يعني ديال مؤكده. نعم. في هذا الاطار هذا واش كانت شي اشتغال قبل يعني حول تحسيس ربما باهميه ديال ان هاد التلاميذ وهاد المترشحين يلتزموا بالتدابير الوقائيه من خلال بعض المنشورات اللي تقدر ولا الملصقات داخل المؤسسات التعليميه؟ كنعرفوا ان ربما حتى الوعي ديال المترشح حتى هو مهم جدا من اجل يعني يكون امتحان يعني امن هذه السنه. بطبيعه الحال استاذ زهير، كيف كتعرف بان هذه السنه وهذا الموسم الدراسي الحالي ديال 2020 2021 فهو يتم داخل هذه الحاله الوبائيه، يعني في جميع المؤسسات غير قبل ما تكون مراكز فهي تحترم هذا البروتوكول الصحي. يعني بالنسبه للمترشح اللي جاي يجتاز الامتحان فما كتجيش هذيك شي حاجه غريبه او جديده، بانهم محترمينها منذ انطلاق الموسم الدراسي اللي هو يوم 7 بشهر 9.
فجميع التدابير هي بالنسبه للمترشحين ولات عاديه ويوميه، يعني ضروري انه يدخل المركز المؤسسه، ما يدخلش الا ما دارش الكمامه. بالنسبه لدخل هذه المؤسسات دائما فيها توفير المعقمات وكذا. فاحنا بالنسبه لنا وبالنسبه لهذا الوعي بالنسبه ديال المترشحين وكذا، فاحنا ما كانش عندنا هذا الجانب الكبير، لان هذه العمليه تمت من بادينها هما منذ بدايه الموسم الدراسي. وبالنسبه للمديريه الاقليميه فقد عملت على انتاج كبسولات توعويه وكذا منشورات وكذا لقاءات مع محللين نفسيين وكذا بالنسبه لتهيئ هاد المترشحين لهذا الامتحان. وفي هذه الظروف هذه الظروف اللي كتكلم عليها، ما عرفتش انا واش كاين شي ارقام حول حالات الغش ربما اللي عرفتها المديريه يعني في هذه الامتحانات ديال الاولى بكالوريا مقارنه مع السنه اللي فات، يعني الا بغينا نقارنوا، بغينا نديروا مقارنه السيد الرئيس. بالنسبه للمقارنه فهناك فرق كبير الحمد لله بين عدد الحالات اللي كان تم المسك ديالها في الموسم الماضي وبين هذا الموسم، بحيث بان هذا الامتحان الجهوي فقط انتهى فقط 9 الحالات، 7 في القطب العلمي وجوج في القطب الادبي. وهذا يدل على شيء، فانما يدل على السهر وعلى الصرامه اللي كيتم تمرير فيها هذا الامتحان في جميع المراكز. وهذا ما فتئت الأكاديمية الجهوية للجهات الثقيلة الحمراء على محاربته منذ سنوات، ماشي من الآن. يعني احنا هذا راه غير تحصيل الحاصل، لأن الحمد لله العدد قل بزاف وتا الوعي عند التلاميذ راه تزاد، لانهم ولاو كيعتمدوا على انفسهم اكثر من هذيك الوسائل الاخرى ديال الغش. جميل جدا. وانا كنشكرك السي معاذ درني، مرحبا، رئيس المركز الاقليمي للامتحانات المديريه ديال العيون. الحمد لله مرت الاجواء على ما يرام بالاقليم ديال العيون، فالشكر كبير لك السيد الرئيس، ونتمنى التوفيق للمترشحات والمترشحين في هذه الامتحانات هذه. اذا غادي